ماشي غير زواق عادي، كاين تما سر في كيفاش تخدم. 90% كيعملوا هذا الخطا، ولكن الا خدمتي بهذه الطريقه اللي غنقول لك غادي يبان لك احترافي بزاف. انا جيجي ومرحبا بكم معايا في قناه كافطونياستي جيجي. اول حاجه الموتيف اللي استعملت خديته من بقايا ديال التول اللي خدمت به، وهذا هو بعد ما قطعته بالكاويه. كاينين بزاف كيلصقوه مباشره باللصاق وكيفسد مع الوقت، لكن الا تبعتي طريقتي غادي ينجح معاك التنبات ديال الموتيف وتخيطيه بطريقه تكون مزيانه ونقيه. اول حاجه انتبهي ليها الوضعيه ديال الموتيف فوق الصدر ديال الكسوه. قادي الزواقه مزيان، عاد بدا التنبات. انا خديت 3 ديال الموتيفات وخالفتهم، وحده كتشوف الفوق والاخرى كتشوف لتحت، ومن بعد ثبتهم بالفنايت وبديت كنخيط. ما تشديش الخيط بزاف، خدمي وانتي مرتاحه، خليه خفيف باش الموتيف يبقى طبيعي. انا كنخدم الموتيف مع التول باستخدام العقيق اللي كتشوفوا دابا في التول، وكنثبت مزيان الاماكن الحساسه بحال القناه ديال الموتيف بحال هكا كما كتشوفوا. انا دابا كندوز من وسط العقيق وكنتمغدا هكا مع الجناب. شوفي كيفاش كيبان مندمج مع الثوب، ماشي بحال الحاجه اللي كتكون غير ملصقه فقط. واذا ركزتي معايا مزيان غادي تشوفي باللي ما كيبانش في الموتيف منين بديتي الخياطه وفين ساليتيها، وهذا هو السر اللي كيعطيك واحد النتيجه مبهره. انا دابا كندور مع الجناب وهذوك القناتي كنثبتهم مزيان. هاد التقنيه ديال تنبتي العقيق اللي في التول والخدمه تكون مدفونه كتبدل الكسوه كامله من حاجه العاديه لحاجه راقيه بزاف. كيف ما شفتي كندور على الجناب كاملين ديال الموتيف وكنخلي الخدمه مدفونه، ولا لقيت العقيق قدامي كنخشي البرا والخيط في العقيقه وكندوزو وانا كنبت في نفس الوقت، وهكا كتجي بحال الموتيف راه هو خارج من الثوب اصلا. هنا صافي كملت، غادي نقلب الثوب وغادي نرتق الخيط مزيان باش ما يتقطعش بحال هكا. شوفوا الخياطه كيفاش جات نقيه. دابا غادي ندوز الخياطه من الوسط ديال التول من الفوق باش نثبتها حتى من الوسط، ما تبقاش ليا منفخه. كندور على هكا عشوائيا بغرزات متباعده، ولكن من الفوق غير صغيره، ونقدر ندوزها حتى من وسط العقيق باش كتبقى الخدمه كيف ما خدمت الجناب نخدم في الوسط حتى هوايا، وكتجينا الخدمه مزيانه. انا كملت وهذه هي النتيجه. دابا قولي لي واش كاين الفرق؟ ديما التفاصيل الصغيره هي السر، ونشوفك في الفيديو الجاي ان شاء الله.